جدعان كفاية إثارة الجدل يا جدعان بالله عليكم، ساعة ما صحيت والكل عمّال يبعت لي الحق هيثم حسن مسح كل صوره، شال إنه لاعب في منتخب مصر، لكن حبيت ما امشيش مع القطيع ودخلت أشوف بنفسي، لقيت هيثم حسن مشغّل حسابه عادي وحاطط صوره بتيشيرت منتخب مصر أول حاجة في وشّك، لكن الناس ربطت إن امبارح هيثم حسن كان المفروض ينزل في مباراة إيران، وبعد ما قام وسخّن وكان بيلبس التيشيرت كابتن حسام حسن شاف إن هو مش اللاعب المناسب، وقرر إن هو يقعّده على الدكة تاني. كله قال لك بس كده هيثم حسن اتقمص، شكله هيسيب المنتخب ويتمرد ويمشي. احب اقول لك مفيش اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده تماما، حتى لو فعلا هيثم حسن قفل حسابه ومسح كل بوستاته في ساعه او ساعتين من اليوم، فيمكن الراجل يا عم كان بيفلتر حسابه. ليه بقى احنا ناخد الموضوع ونعمل بيه دوشه كبيره قوي ممكن توصل للعيبه المنتخب وتخلي فيه كراهيه بينهم؟ انا معاك ان هيثم حسن لازم يشارك، ضحى باللعب المنتخب فرنسا او منتخب تونس عشان يشارك مع منتخب مصر، بس خلّيك فاكر برضه إن اختيار هيثم حسن إنه يمثّل منتخب مصر هو اللي خلّاه موجود دلوقتي في كأس العالم، خلّاه بيلعب في أكبر حدث كروي يحلم أي لاعب إن هو يشارك فيه. حاول على قد ما تقدر لمّا تشوف خبر تخش تتأكد بنفسك، خلّينا نبعد الفترة دي بالذات عن أي حاجة ممكن تفرّق المنتخب، حتى لو وجهة نظرك بتخالف وجهة نظر رب الأسرة كابتن حسام حسن.